واش عمرك بغيتي دير شي حاجه وقلتي شنو غادي يقولوا لي الناس؟ بزاف ديال الناس كيعيشوا حياتهم كامله هما خايفين من اراء الناس، كيخافوا يعبروا على افكارهم، يبدلوا حياتهم، وحتى يديروا الحاجه اللي كيبغيو غير حيت خايفين من كلام الناس. ولكن واش عارف الحقيقه؟ خاصك تكون عارف ان الناس ما كيراقبوناش كيف ما كنظنوا. كل واحد فينا مشغول بحياته، بمشاكله، بالاخطاء ديالو، وحتى الا هضر عليك اليوم غالبا غادي ينساك غدا. الخوف من رأي الناس كيرجع لعدة أسباب. أولا، الرغبة في التقبل، الإنسان بطبيعته كيبغي الناس يقبلوه ويحترموه. ثانيا، التربية، بعض الناس تربوا على الخوف من الانتقاد وكثرة المقارنة مع الآخرين. ثالثا، ضعف الثقة في النفس، ملي كتكون الثقة ضعيفة كتولي أي كلمة سلبية كتأثر فيك بزاف. ولكن شنو هو الحل؟ أول حاجة، عرف بأنك مستحيل ترضي كل شيء. حتى أنجح الناس في العالم وأكثرهم شهرة عندهم منتقدين ديالهم. ثاني حاجة، ركز على راسك أكثر ما تركز على الآخرين. ثالثا، صور راسك، واش هاد الشخص اللي خايف من الرأي ديالو غادي يبدل لي حياتي؟ غادي يساعدني في المستقبل؟ غالبا غادي يكون الجواب هو لا. وتذكر ديما الناس غادي يهضروا فيك، سواء نجحتي سواء فشلتي، سواء درتي سواء ما درتيش. اذا علاش ما ديرش داكشي اللي كتبغي من قلبك؟ عيش حياتك على حساب احلامك، ماشي على حساب اراء الاخرين. الا عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير لايك، اشتراك في القناه باش يوصلك كل جديد. نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.